أسباب تساقط ثمار التين. سبب بيقابل كل مزارعين أشجار التين في حديقتك أو في أرضك. بالنسبة لشكل الثمارة بيتحول إلى لون الأحمر وبعد كده بيبدأ يقع. طيب ما هي لون التينة نفسها لونها أحمر؟ لا لا يا صديقي، فهي بتبدأ وهي لسه صغيرة الثمارة بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده، وبعد كده بتبدأ ايه الثمارة بتبدأ تقع، يعني نفس الشكل اللي انتم شايفينه. طيب حل المشكلة دي ايه؟ قبل ما نبدأ طبعا ما تنساش أهم حاجة إنك تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو شفت اسم غالي عليك اكتب في الكومنتات لا إله إلا الله. طبعا فرضا وليس أمر تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو علشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نخش في صلب الموضوع. طبعا هذه المشكلة بتكون أول طريقة لها أسباب كثيرة هي يعني. فأول طريقة، أول معلومة، نقص تسميد البوتاسيوم والتسميد النيتروجيني. أول علامات بتبان على الشجرة، بتبدأ الشجرة بتنمو بكثافة في نموات تخدير جديدة، يعني بتبدأ تديك أفرع رهيبة وبتبدأ تسيب الثمار نفسي، يعني بيبدأ الثمار يقع وهي بتبدأ تغذي النموات الخضرية، فده بيكون نقص في التسميدات. بالنسبة لسماد النيتروجيني فهو بيبدأ يستخدم الميعاد المناسب اللي تستخدم فيه، فهو قبل خروج الأوراق، يعني قبل ما الأوراق بتبدأ تظهر، فأنت بتبدأ إيه تستعمل هذا السماد. طبعا في هذا الوقت طبعا لازم تضيف سماد عضوي. هتقول لي إيه سماد عضوي؟ أقول لك فضلات الفراخ، ده أهم عنصر أساسي إلى الشجرة. كل شجرة تين محتاجة إلى هذا التسميد، فهو هذا تسميد عضوي مهم جدا، وهو فضلات الفراخ. لو مش موجود فضلات الفراخ موجود فضلات الحيوانات. ده كله طبعا عنصر مهم جدا إلى الشجرة قبل ما تبدأ تخرج الأوراق، يعني في أول شهر مشير بتبدأ تستعمل هذه التسميدات الطبيعية. بالنسبة لهذه المشكلة تساقط الأثمار قبل النضج، فتاني طريقة بتسبب لتساقط الأزهار وهي الري المنتظم. فأنت لازم تنتظم بالري. ازاي انتظم بالري؟ يعني مثلا شجرة التين لو هي عمر 3 سنوات، فهي الشجرة دي محتاجة إلى 70 لتر مية إلى 80 لتر مية لو مثمرة. لكن لو لسه ما ثمرتش عندك فبتبدأ تسقيها حوالي 40 لتر مية في الأسبوع، يعني مرة في الأسبوع، ده في وقت الشتاء. إنما لو عندك الشجرة مرت 5 عام يعني 5 سنوات، فأنت بتبدأ تديها حوالي 100 لتر مية على الأقل، وعلى حسب برضو الأماكن اللي هي عندك، على حسب برضو تقليب الجو. طيب بالنسبة لو انت في أرض رملة وزارع نقضات، فانت في الوقت ده بتبدأ ترمي لكل شجرة خرطومين، خرطوم من على اليمين وخرطوم من على اليسار. ده بيسبب برضو في زيادة المحصول. لو انت بتسمد، يعني لو انت في أرض رملة فانت أحسن لك ان انت تعمل للأشجار بتاعتك شجرة يكون الشجرة تحتها نقضات. إنما لو أنت في أرض رملة في أرض طينة فأنت بتبدأ تعمل غمر، علشان الأرض الطينة مش بتحتاج إلى مية كتيرة. وعلى حسب برضو تقليب الجو، احنا ماشيين على الجو. يعني في الأرض الرملة خاصة لو أنت زرع غمر، ودي طبعا حاجة خطيرة جدا، علشان في الأرض الرملة بتحتاج إلى مية كتيرة، فأنت ما تعطش الأرض بتاعتك وبعد كده بتبدأ تديها مية رهيبة، مية كتيرة، يعني تديها حوالي 150 لتر مية، فده غلط على الشجرة. فانت بتعطشها مرة واحدة وبعد كده بتديها مية مرة واحدة، كده الشجرة بيجيها مية كتيرة فبتبدأ تساقط فيها الأزهار. فانت انتظم بالمياه، يعني خلي التوازن بتاعك مظبوط. انتظم مثلا كل اسبوع يبقى تسقي كل اسبوع نفس الميعاد اللي بتسقي بيه الاولاني تسقي بيه المرة التانية. طبعا ده شيء مهم جدا الى شجرة التين، وخاصة اصحاب مزارعين فوق سطح بيتك او مزارع في ارضك. فدي معلومة مهمة جدا، والمشكلة دي بتقابل
جميع المزارعين تساقط الثمار قبل النضج. طبعا الشكل اللي انتم شايفينه ده، الشجرة دي انا قبل كده خدت منها محصول كبير جدا، بس بعد كده فيها الوجه الثاني بدأ يتساقط، فده مشكلة رهيبة جدا. كده اديتكم انا معلومتين، وان شاء الله تحل المشكلة اللي عندكم. ولو انت كده استفدت من الفيديو، ما تبخلش علينا باللايك والشير وتشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو، واهم حاجة انك تذكر الله وتصلي على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.